خلوا الأخ علي ممكن يتصل مرة أخرى. خلنا ناخذ مكالمة من الكويت من الأخ حيدر أبو حسن. إذا تقدرون تحولون الأخ حيدر أبو حسن، والأخ علي إن شاء الله يتصل علينا مرة أخرى إن شاء الله ونستقبل مكالمته. الأخ حيدر السلام عليكم. السلام عليكم أخ حيدر، معاي على الخط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخ حيدر، حياك الله. الله يعطيكم العافية على البرنامج. الله يعافيك. الله يبارك فيكم. أنا بس كان عندي مداخلة، جزاكم الله خير والله يجزي خير سماحة الشيخ على البرنامج، ولكن كان عندي مداخلة إن شاء الله لا تفهمون كلامي غلط. نعم ممكن. نعم تفضل. تفضل. يعني ربما الطرف المقابل ما يقبل من عندنا الكلام. نعم. نعم كمل مداخلتك أخوي حيدر. بس هذا بس نقول انه سماحة الشيخ انه مثلا عندما يتكلم عن البخاري او غير البخاري، نعم. مثلا يتكلم لا يقول انه هؤلاء في تقطيع اخواني. هذا كان رأيه ونحن رأينا هكذا. نعم. نعم نعم. بس هذا بارك الله فيك. بارك الله فيك حبيبي، حياك الله. نبدأ في إجابة الأسئلة إخواني. عليهم جميعا السلام والتحية والإكرام. نبدأ بإجابة بالجواب على الأسئلة. بالبداية سماحة الشيخ اتصل أخ اسمه حيدر أبو حسن من الكويت، وكان يعني ينتقد عند انتقاد، وإحنا نحترمه ونحترم انتقاده. هو انتقاد أنه يقول الطرف المقابل لا يقبل هذا الكلام وهذا اللهجة، هو انتقاده فقط للأسلوب. فيقول عندما تتكلم عن البخاري فتقول هذا رأينا وهذا رأيكم، بغض النظر عن الأسلوب الذي تستخدمونه في توجيه النقد أو الكلام للطرف المقابل. أنا أتعجب من مثل هذا المنطق، أن يقال للذي يحرف ويتلاعب هذا رأيك. هذه خيانة. أن الذين يحرفون ويتلاعبون ويتصرفون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يكتمون ماذا؟ يكتمون البينات والهدى. هؤلاء الذين يكتمون البينات والهدى كيف تعامل معهم القرآن الحكيم؟ كيف وصفهم الله عز وجل؟ لا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله هي بينات وهدى، هذا لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. فما هو حكم ذلك الذي يتلاعب في هذه الأحاديث ويغير فيها ويبدل؟ أيقال أنه صاحب رأي حتى نحترمه؟ يعني أنا أقول عن البخاري أنه رأيك أنه تضع كلمة كذا وكذا مقابل كلمة آثما غادرا خائنا كاذبا. رأيك أنه تحذف قول النبي صلى الله عليه وآله لبريدة إن عليا وليكم من بعدي. هذا ليس رأيا، هذا كتمان للبينات والهدى. والله تعالى في كتابه المجيد يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا بد من أن نكون أشداء على هؤلاء الذين يحجبون هذا النور عن الناس، لا أن نتعامل معهم على أنهم أصحاب آراء. أتتعامل أنت مع يزيد على أنه صاحب رأي؟ أو مع معاوية على أنه صاحب رأي؟
عجبا، لا تقبلها على نفسك، تقول إن معاوية مجرم وتلعنه على الملأ ولا تتحرج من ذلك. فلماذا تتحرج فيما لو قلنا ذلك عن أبي بكر وعمر وعائشة وقد ارتكبوا نفس جرائم معاوية ويزيد، بل ما هو أعظم منها؟ إن كان يزيد قتل الحسين فإن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت لا تحترم أبا هريرة لأنه كذاب، كان يكذب معترفا على النبي صلى الله عليه وآله. حين يقال له بالله أهذا حديث سمعته عن النبي يقول لا، هذا من كيس أبي هريرة. فلماذا نسبته أولا إلى النبي؟ لا يحترم أبو هريرة، هذا ليس رأيا. أنت ها هنا أيها الأخ الكريم مع الأسف بدأت تنساق إلى المنطق البكري من حيث لا تشعر. ما هي مشكلتنا مع البكريين؟ أن نعرض عليهم جرائم صريحة واضحة لهؤلاء الذين يسمونهم صحابة، من بين تلك الجرائم القتل، من بين تلك الجرائم الخيانة، من بين تلك الجرائم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. يقولون بعد ذلك مبررين: اجتهد فأخطأ. رأيهم اجتهدوا فأخطأوا، هذا منطق البكريين. أما منطق شيعة آل محمد عليهم السلام لا، من يكذب على رسول الله لا احترام له، من يجرم، من يحرف، من يزور، من يقتل، من يؤذي، من يدوس على كرامة الأمة لا احترام له. هذا هو منطق أبناء التشيع. صحح منطقك أيها الأخ. ثم إني لست مع أن يرجم الإنسان بالغيب. إنك تزعم ها هنا أننا حينما نصف البخاري بما وصفناه فإن المخالف ينفر ولا يستقبل. من قال لك لا ترجمن بالغيب؟ نحن لدينا وقائع وأرقام. نحن لأننا نسمي الأشياء بمسمياتها فإنه يهتدي الكثيرون بحمد الله بسببنا، ويتشيع الكثيرون. وأحسبك لا تعلم، كل ما عليك أن تتابع أكثر وتسأل أكثر لتعرف كم رجلا وامرأة تشيعوا بسببنا، لأننا نطرح هذا الحق بكل صراحة ونقولها واضحة. نعم، البخاري كذاب مدلس، لا ينبغي لكم يا أهل الخلاف أن تحترموه أو تقبلوا ما يرويه، ليس بثقة. هذه نقولها صراحة، والحمد لله يستقبلون. من كان منهم مؤهلا للهداية فإنه يستقبل ويهتدي بحمد الله تعالى. فلا ترجمن بالغيب ولا يأخذنك منطق الآخرين. عد إلى أصالتك إن كنت شيعيا.